بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده ان شاء الله يعجبكم، اللي هو الطحينه. قدامكم اهي بعد ما جوزت تحطها على الجبنه اهيت، جبنه القريش تخلي طعمها جميل. والجبنه دي انا عاملاها في البيت بالفلفل البلدي يعني المصري. هنزل لكم الفيديو بتاعها بطعم الجبنه، يعني جبنه بطعم الفلفل ولا ايه. هنيجي بقى السمسم معايا اهوت. لازم تحمصيه على النار، طلع من الرطوبه، تحط عليه ربع معلقه ملح، لو انت على حسب كميه السمسم يعني، ما زودش الملح عشان لو هي ملح تقيل بتبقى طعمها مش حلو. معايا بقى الدقيق اللي هنعملها بدقيق برضو لازم يتحمص يشم النار، ولازم ايديكي فيهم على طول في السمسم والدقيق، ما تطلعيش ايديكي منهم. والدقيق تعرف اللي هو اتحمص، لا ريحته طلعت ريحتها حلوه كده متحمصه، تعرف اللي هو كده اتحمص. حط بقى الزيت، هنعمل الطحينه الخام قدامكم اهيت. هنعمل جزء خام وجزء بالدقيق. حط الزيت اهوت، والزيت ده على حسب رغبتك. وحطيت السمسم، الطحينه الخام زيت وسمسم وبس، والملح اللي احنا حطيناه. تضربي فيها كده على طول لحد ما تنعم معاكي خالص، وكل شويه تشوفيها بالمعلقه يعني، شوفها خشنه، لو خشنه اضربي تاني لحد ما تنعم. هتقعدي تضربي لحد ما تنعم. لو عندك كبه اعملي كبه، اعمليها في الكبه هتبقى كويسه برضه. بس انا بفضل في الخلاط يعني، عشان انت هتحط فيها الزيت، والخلاط هيضرب الزيت بالسمسم ويبقى حاجه يعني تحتوي الزيت والسمسم مع بعض يعني. اهوت نعمت خالص اهي دي الخام اهي. وقلت لك السمك بتاعها رهيفه او غليظه يعني، على حسب رغبتك انت، وعلى حسب الخلاط ما يضرب معاكي. على قد الخلاط ما يضرب حطي، وعلى حسب رغبتك انت. يا عايزه تخليها سميكه خليها، عايزه تخليها رهيفه زي دي كده خليها. بس هي رهيفه دلوقتي كمان عشان هي السمسم ساخن. لما السمسم هيبرد هتبقى غليظه شويه. انا حطيت بقى هي الطحينه اللي بالدقيق بقى، حطيت السمسم وحطيت الدقيق والزيت اهو. تضربي برضو في الخلاط كده، وكل شويه تختبريها شوفها لو خشنت تضربي تاني. واعملوها هتنفعكم في رمضان يعني ان شاء الله. رمضان عايز عايز جبنه يعني وفول وكده، فلو حطيت عليهم طحينه بيبقى طعمهم حلو يعني، تخلي طعم الجبنه والفول حلو والطحينه اهي. وما تزوديش الملح، عشان لو زودت الملح بتدي طعم مش كويس لبقيه الاكل يعني، بتبقى حادقه جامد وبتغير طعم الاكل. معايا اهي، شايفين نعمت ازاي اهي. انا لقيتها خشنه ضربت التاني لحد ما نعمت، او لسه هنضربها تقريبا هتنضرب تاني لسه. لقيتها خشنة، هنضربها تاني اهوت لحد ما تنعم خالص. لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة، واعملوا اعجاب اللي هو لايك، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم. اهي شايفين ناعمة ازاي على الاسباتولا اهيت. اضربي فيها لحد ما تنعم معاكي، وجربوها ان شاء الله تعجبكم، وسهلة وبسيطة خلاص. لو عايزة تحط سوداني، لو عندك سوداني حط سوداني، مش عايزة ما خلاص ما تحطيش. هي كده الطحينة الاساسية بالسمسم والزيت وبس اهي. ان شاء الله تعجبكم. دي اهيت البرطمان كان كبير عليها، انا حاطها برطمان صغير شويه. دي الخام اهيت، اهي الخام اهي. هي قلت لكم زي ما قلت لكم هي رهيفه كده، يا هتبقى غليظه بعد ما تبرد، عشان السمسم سمسم ساخن يعني اهو. دي اللي عليها دقيق غليظه شويه اهيت، وجربوها تنفعكم في رمضان اهي. ومعايا بقى جبنه ديت بطعم الفلفل، انا عاملاها يعني في البيت، وهنزلكم الفيديو بتاعها. طعمها في منتهى الجمال، الفلفل المصري البلدي العادي هو ده اللي بيدي طعم وريحه للجبنه يعني اهي. حطها على الجبنه تخلي طعم الجبنه طعمها في منتهى الجمال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.